لو بتحب عربيتك وبتحب تحافظ عليها، او لو لسه شاري عربيه جديد وعايز تحافظ على الدهان بتاعها وخايف ان هي تكلح او عوامل الجو تاثر عليها، تعالى اقول لك على 7 حاجات تعملها عشان تحافظ بيها على اللون بتاع عربيتك وكمان تحافظ على الدهان من الكلح. انا طارق صلاح وده الجراج. اولا، لو بتخلي الحارس بتاع العماره يغسل لك العربيه كل يوم، فلازم تتاكد انه مش بيغسلها بالمقش، عشان في ظرف شهرين هتلاقي عربيتك بقت عامله زي سلكه المواعين، والخرابيش اللي هتبقى موجوده عليها ملهاش اول من اخر، فيفضل ان انت تديله الفوطه المايكرو فايبر بتاعتك وتقول له ما يغسلش الا بيها. تاني حاجه، لازم تتاكد ان عربيتك بتتغسل صح، يعني بتتغسل من فوق لتحت زي ما قلنا قبل كده، عشان اكتر حاجه بتتوسخ في العربيه هي الجزء اللي تحت وخصوصا الجنوب، فما تاخدش التراب من تحت تصنفر بيه فوق. ولو عربيتك متوسخه جامد وعليها طينه زي الايام اللي بيبقى فيها مطر كتير، يفضل انك ترش عليها ميه وتسيبها من دقيقتين ل5 دقايق. الميه دي هتخلي الطينه تبقى طريه وهتعرف تنزلها بسهوله من غير ما تدعك العربيه. تالت حاجه، العربيه مش بتتغسل وهي سخنه ابدا، فما تركنش العربيه طول النهار تشرب الشمس بتاعه الظهر وبعد كده تيجي تغسلها الساعه 3، ده هيأثر على طبقه الورنيش اللي موجوده على الدهان من فوق وهيخليها تكلح بسرعه. رابع حاجه، العربيه بتتغسل بشامبو عربيات مش بالصابون بتاع المواعين، واظن احنا عرفنا ليه من الفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن الغسيل بتاع العربيات. خامس حاجه، حاول ما تمسحش عربيتك نهائي، مش هقول لك بقى ما تمسحهاش بفوطه زفره، لا، حاول ما تمسحهاش على قد ما تقدر، ولو اضطريت في مره تعمل كده حاول تخلي المسح بتاع العربيه في اتجاه واحد دايما، وما يبقاش على شكل دواير ولا يبقى رايح جاي، لان انت كده بتاخد التراب في قلب الفوطه وتفضل تصنفر بيه العربيه فيخلي شكلها عامل زي الشكل ده. سادس حاجه، حاول على قد ما تقدر ما تركنش العربيه في الشمس، وكمان مهم جدا انك تغطي العربيه خصوصا بالليل، عشان الندى لما بينزل على العربيه بالليل وبيفضل لحد الصبح الشمس تنشفه بيأثر جدا على الدهان بتاع العربيه، عشان كده بالليل العربيات المكلحه بتبدا تكلح من اول السقف والاوايل، ودي اكتر حته بيبقى عليها الندى، لان الندى بيبقى محمل بشوايب واحماض جايه من الجو، فلما بيتساب على العربيه والشمس بتنشفه الصبح بيأثر جدا على الدهان، خصوصا على طبقه الورنيش اللي بتدي اللمعه على العربيه، فبتلاقي العربيه ابتدت تكلح ولمعتها تطفي. سابع واخر حاجه، لو انت اتبعت كل التعليمات اللي فوق دي وعايز تضيف درجه حمايه اعلى، ممكن تعمل العربيه نانو سيراميك. طبعا لو ربنا قدرك وقدرت تحط فيلم حمايه محترم اعمل كده. النانو سيراميك هيقفل المسام بتاعه الدهان، وهيخلي الوساخه ما تمسكش في العربيه بسهوله، وهيخليها تتنضف اسرع، وكمان هيضيف طبقه حمايه فوق طبقه الورنيش بتاعه العربيه تحميها من عوامل الجو، وكمان الندى والشمس مش هيأثروا عليها بسهوله. دي العربيه اللي الراجل بيغسلها لك بالمقشه دي، وطبعا لو بتسيب عربيتك تتغسل بالمقشه فانت مش محتاج تعمل كل ده. قولوا لي في الكومنتات لو في حاجات تانية ممكن نعملها نحافظ بيها على دهان العربيه من الكلح، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.